السلام عليكم. اهلا بكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. الميزانيه معايا الشهر دي باظت خالص. قلت اعمل غدا ايه النهارده؟ قمت ادور في التلاجة بتاعتي، ما لقيتش غير عندي غير بتنجانيه وكام حبه من البطاطس وشويه من العدس. قلت بس خلاص انا عرفت هعمل غدا ايه النهارده. بس قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا ونعرف هنعمل بالمكونات بتاعت البسيطة دي ايه الغدا النهاردة، بس يا ريت ما ننساش نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم عننا كل جديد. ويلا بينا نسمي بالرحمن ونصلي على الرسول ونبدأ مع بعض الحلقة بتاعتنا. اول حاجة يا حبايب قلبي، انا هاخد البطاطس بتاعتي واقشرها كلها بالشكل ده. وبعد ما قشرنا كل كمية البطاطس بالشكل ده، يبقى هبدأ دلوقتي اقطعها صوابع كده. هنقطع يا حبايب قلبي كل الكمية بطاطس بالشكل ده صوابع كده. وبعد كده هاخدها واشطفها واحطها في مية بملح بخل. جهزت البطاطس بتاعتي، هركنها بقى على جنب واروح للخطوة اللي بعد كده. هبدأ اقشر البتنجانية القمر بتاعتي ديت. وبعد ما قشرت البتنجانيه بتاعتي ديت، طبعا انا مش عايزه استهلك كتير جدا من الزيت، لان طبعا لسه البصل تتحمر فتاخد مني كميه زيت، فانا مش يعني يبقى فيه حاجات فيها زيوت كتير النهارده. فقلت يبقى انا هشوي البتنجانيه بتاعتي ديت. فكل اللي هعمله ان انا هقطعها طبعا بالشكل اللي انت عايزاه، زي ما بتحبي، عايزاها طوليه عايزاها حلقات زي ما انت عايزاه، بس انا هقطعها ايه بالشكل ده وهشويها في الفرن بالشكل ده. هقطعها كده تمام. هرش عليها رشه خفيفه من الزيت واحطها في صينيه في الفرن تتشوي بالشكل ده. يعني ايه طريقه امهاتنا الحلوه بتاعت زمان. البتنجان المشوي في الفرن كان بيتشوي في الفرن البلدي، بيبقى ريحته جايبه اخر الدنيا. يعني احنا بنحاول كده ايه نعمل حاجات زي ما هما كانوا بيعلمونا وبيعملونا واحنا صغيرين. دلوقتي بقى انا احطهم في صينيه وادخلها الفرن تتشوي. بعد كده يا حبايب قلبي انا معايا بصلايه صغيره متوسطه الحجم بالشكل ده. طبعا انت بتحددي الكميه اللي انت عايزاها على قد الطبخه اللي انت هتعمليها. كميه الطبخ هي اللي هتحدد معاكي هتحطي قد ايه، بس انا معايا كميه تبقى بسيطه، فعشان كده معايا ايه بصلايه صغيره كده. فهبشرها، انا عايزاها ناعمه قوي بالشكل ده. انا عايزاها ناعمه قوي بالشكل ده. اخلصها بقى كلها واوريها لكم. وبعد ما بشرت البصلايه بتاعتي ناعمه خالص بالشكل ده، هنا يا حبايب قلبي معايا كوبايتين اتنين من الرز المصري. كوبايتين اتنين من الرز المصري. هحط عليهم كوبايه عدس من العدس الاصفر بالشكل ده. هاخدهم اقلبهم كويس مع بعض، هشطفهم شطف كويس جدا مع بعض بالميه، ونشوف بعد كده هنعمل بيهم ايه. رحنا يا حبايب قلبي على البوتاجاز وحطينا الحله اللي هنطبخ فيها النهارده الطبخه بتاعتنا، ونزلنا بيها بمعلقه من السمنه، ويكون نوع السمنه من اللي هو النوع الكويس عشان يدي طعم حلو للاكله بتاعتنا النهارده. وبعد كده نزلت عليهم بالبصلايه بالشكل ده. انا مش عايزه البصلايه بتاعتي تتلون ولا حاجه، انا بس عايزاها تدبل دقيقه وانزل عليها بالرز والعدس بعد طبعا ما اكون غسلتهم كويس جدا وصفيتهم من الميه بالشكل ده. يبقى دلوقتي هنزل بالعدس والرز كده. العدس والرز بعد ما غسلتهم كويس مع بعض بالشكل ده هنزل عليهم بسم الله. هقلبهم بقى مع بعض شويه على النار. انا عايزه العدس والرز بتاعه كله يتغلف بالسمن اللي انا حطاه. صدقيني الطريقه ديت بتخلي حبايه الرز وحبايه العدس تحس ان هي مش مهريه معاكي، وبيطلع طعمها حلو. اكيد في طرق كتير للطبخ، وما شاء الله ستاتنا كلهم ما شاء الله عليهم شاطرين
فدي طريقتي يعني، فكل واحد بيعرض الطريقه اللي بتناسبه في البيت. وبعد يا حبايب قلبي ما وصلنا للمرحله دي، شايفين ما شاء الله كده هو اتغلف، وحبايه الرز وحبايه العدس خدت درجه سخونيه بالشكل ده. يبقى دلوقتي هنزل عليهم بالملح بتاعهم. هحط الملح زي ما انت شايفه الجمال ده. يبقى ننزل عليه بالميه المغليه. بسم الله. نظبط الميه بتاعتنا وكده. الطبخه بتاعتي تعتبر جاهزه، هسيبها تستوي بقى مع بعضها وبعدين نقدمها. وده كان الغدا بتاعي النهارده يا حبايب قلبي اللي عملناه مع بعض. عملنا البطاطس المحمره دي، بعد ما حمرتها كانش بقى عندي كاتشب فحطيت عليها مايونيز. وده الكشري بتاعي، الكشري الاصفر. ودوت البتنجان شويته وحطيت له دقه حلوه كده. والسلطه طبعا الخضراء، ولو عندك مخلل او اي حاجه عايزه تضيفيها على الغدا بتاعك ضيفيها. وده كان الغدا بتاعي النهارده، فيا رب الحلقه بتاعتي تنال اعجابكم، والسلام عليكم.